السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة يا حبايبي هنعمل مع بعض طريقة تخليل البصل بطريقة سهلة وبسيطة. انا روحت السوق النهاردة لقيت البصل الصغير ده، يعني لو في اصغر من كده يستحسن، يعني لو في اصغر من البصل اللي انا ماسكاها دي يبقى احسن. انا حاولت انقي اصغر بصل في البصل اللي موجود وجبته معايا. هنشوف الطريقة اللي احنا نعملها بيه، هنعملها بطريقة سهلة خالص. اول حاجة انا جبت بولة معايا زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت فيها مية سخنة. مية سخنة، مش مية من الحنفية، لا مية سخنة. هبتدي انزل بالبصل زي ما انتوا شايفين كده. طريقته سهلة وبسيطة. ليه بيحطوه في مية سخنة؟ المية السخنة بتسرع التقشير بتاعه. كان زمان بيحطوا البصل ده بال10 ايام عشان تعرفي تقشريه في قلب المية، يعني بيحطوه في قلب المية 10 ايام، وبعد كده يفتحوا عليه ويقشروه ويرجعوا يخللوه تاني. يعني كان بياخد وقت ومجهود كبير. دلوقتي احنا بنحطه في مية سخنة، ما بياخدش مننا وقت. انا هعمله النهاردة الصبح، على بالليل ان شاء الله هقشره. البولة دي مش واخدة معايا الكمية كلها، انا هجيب بولة تانية هفضيها تكون اوسع عشان تاخد الكمية بتاعتي كلها. زي ما انتوا شايفين كده. وانا جبت البولة الكبيرة زي ما انتوا شايفين. هبتدي انزل بقية كمية البصل. انا جايبة دول 2 كيلو ونص. البطرمان بتاعي بياخد 2 كيلو. لازم انت تزودي زيادة عن الكمية اللي انت بتجيبيها. يعني لو البطرمان بتاعك بياخد 2 كيلو، زودي نص كيلو زيادة، عشان القشر ده بيخلي البصل يعني يخس شوية عن وزنه. انا بقى هسيبه النهاردة، واخر النهار ان شاء الله هبتدي اقشره معاكم واوريكم بيتقشر ازاي بكل سهولة. اول حاجة هعملها دلوقتي، انا لازم اغطي البصل كله بالمية. طبعا هحط الغطا ده وابتدي احط الطواجن دي عليه، عشان البصل كله يبقى جوه مية، يبقى كله متغطي بالمية بتاعت البصل. ماشي، اهو بالشكل ده كله كده زي ما انتوا شايفين متغطي. لازم البصل كله يبقى متغطي بالمية. هسيبه بقى واخر النهار ان شاء الله اوريكم انا هعمله ازاي. بصوا بقى يا حبايبي، البصل اهو معايا اهو. بصوا هيتقشر بكل سهولة. احنا ما سيبناهوش 10 ايام ولا حاجة، ده احنا سيبناه بس يوم. مثلا ممكن تعمليه بالليل، الصبح تقشريه كده، ما بياخدش منك وقت. بص اهو بيتقشر بايدي بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده اهو. اسهل طريقة. كان زمان صراحة متعب جدا في تخليله، كان يعني عشان كده قليل قوي اللي بيعمل البصل المخلل ده. يعني قليل قوي اللي بيعمله في البيت، دايما بنشتريه جاهز. لا احنا طريقتنا دي طريقة سهلة وبسيطة وسهلت معانا، هنعمله على طول اهو. بصي بكل سهولة بتشديه بتقشريه. بحاول بس اجيب لكم البصل اللي هو المقفول قوي عشان اوريكم ان هو بيتقشر بكل سهولة. يعني المقفولة قوي، البصل مقفولة قوي اهو. بص بكل سهولة قشرتها. لو تقدري تجيبي بصل اصغر من كده يا ريت. انا بقى هقشر بقى الكمية كلها زي ما انتوا شايفين كده، هقشرها وبعد كده هرجع لكم بعد ما تتقشر ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا قشرت الكمية كلها زي ما انتوا شايفين اهيت. بصوا، وقطعت الحتة اللي تحت ديت، وعند الراس ما قطعتش قوي عشان البصل ما تفكك، البصل ما يفكش مني زي ما انتوا شايفين كده. يعني ما تقطعوش الراس قوي، نضفوها وما تقطعوهاش. اول حاجة بقى هنعملها مع بعض. انا هجيب جزر. الجزر بتاعي ده انا بشراه، وهبتدي انزل بالكمية بتاعتي. دول جزرتين كبار بشراهم. هجيب كمان معلقة حبة البركة، ونص كوباية ملح،
و3 معالق من الشطة كبار، بتديها طعم حلو قوي. الشطة دي بتديها طعم جميل جدا. هجيب كمان معلقتين سكر، معلقتين ونص سكر لكل كيلو، معلقة سكر، ونص كوباية خل او كوباية الا ربع خل. وابتدي اقلب بقى المكونات بتاعتي في بعضها. الخلطة دي هتخلي لك البصل ده تحفة. اللي هيدوقه مش هيقول ما دوقتش قبل كده بصل بالشكل ده. قلبته زي ما انتوا شايفين كده كله في بعضه. هبتدي بقى البصلة الكبيرة قوي هنزلها تحت في قلب البطرمان، علشان دي هتقعد بقى عبال ما ناخد البصل الصغير اللي على الوش دي تكون خدت سواها كويس. الصغير ده انا هحطه على الوش، ماشي؟ يعني شوفي دي حجمها قد ايه ودي حجمها قد ايه. انا هحط البصلة الكبيرة تحت والبصل الصغير كله هحطه فوق. هبتدي انزل البصل زي ما انتوا شايفين كده، وانقي الكبيرة وانزلها. وبكده انا عملت الكمية كلها وحطيت بقية المكونات بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. هجيب بقى معايا مية. المية دي انا عصرة فيها حوالي ربع كيلو ليمون. ربع كيلو ليمون عصراه كله في قلب المية دي ومقلبها كويس. هبتدي بقى انزل يعني املى البطرمان بتاعي من المية اللي بليمون. الليمون ده بيدي لها طعم وريحة جميلة جدا، يعني بيديها طعم حلو قوي. لو عندك ليمون من المخلل، الليمون اللي انت كنت سلقاه عندك المية بتاعته، يعني مثلا هتعملي ليمون وبصل وحاجات من دي وزيتون وحاجات كده، مية الليمون المغلي تحفة تحفة تحفة، بتدي طعم وريحة جميلة جدا للبصل، يعني اكنك عصرتي فيها ليمون. وابتدي احط كمية المية بتاعتي اهيت بالشكل ده، واغطي البطرمان بتاعي وابتدي اقلبه كده من فوق لتحت من فوق لتحت عشان المكونات كلها تختلط ببعضها بالشكل ده اهو زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى اضغط كويس علشان ايوه مش عايزة حاجة تبقى على الوش كده. حاول انزل على قد ما اقدر. واجيب بقى زيت. اهم حاجة بقى الزيت دوت بيديله طبقة حلوة، يعني ما بتدخلش الهواء في قلب المخلل. تيجي تفتحي البطرمان ما تلاقيش ريم او اي حاجة على وش المخلل. هجيب كده بقى معايا الاسترتش ده. تقدري تحطي كيس عادي، ما عندكيش دوت حطي كيس عادي، بس انا عشان عندي بحط منه، ما عنديش بحط كيس عادي خالص. اي كيس عندي اللي هو الكيس بتاع الاكل ده بحطه، ما فيش اي مشكلة. بقفل كويس كده من هنا ومن هنا بحيث ان مفيش يبقى فيه اي هوا داخل البطرمان. هحكمه بقى واقفله كويس. بالشكل ده انا كده خلصت البطرمان بتاعي. هسيبه لمدة 20 يوم او 30 يوم على حسب الوقت اللي انا عايزة اسيبه. هو ممكن بعد 20 يوم تاكلي منه عادي، هيبقى طعمه تحفة، مفيش اي مشكلة بالنسبة لك. انا بقى هسيبه ال20 يوم او ال15 او ال30 يوم، وبعد كده هرجع لكم ونشوف المخلل بتاعي بقى عامل ازاي. وبعد يا حبايبي ما سبته 20 يوم اتخلل زي ما انتوا شايفين كده بقى بالشكل ده.
يا ريت بقى تكون فكرتي عجبتكم. وما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتعملوا لي لايك وتفعلوا الجرس، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.